حازم صلاح أبو إسماعيل أحد الشخصيات البارزة التي ذاع صيتها عقب ثورة 25 من يناير وسقوط النظام البائد. مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. تربى أبو إسماعيل في بيت سياسي، حيث كان والده الشيخ صلاح أبو إسماعيل سياسيا بارزا وعضوا لامعا في مجلس الشعب في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. لابد أن يزول المجلس العسكري فورا. ولد عام 1961 بقرية بهرمس إحدى قرى مدينة بابة بمحافظة الجيزة، وكان جده لأبيه عضوا مرموقا في مجلس الشيوخ. دخل أبو إسماعيل العمل السياسي في مرحلة مبكرة من عمره، وتحديدا وقت أن كان طالبا في المرحلة الثانوية، وكان أبرز المعارضين للائحة الجديدة لاتحاد الطلاب آنذاك. فاجأ أبو إسماعيل الأوساط السياسية بإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية في شهر مايو من العام 2010، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدته من السباق الرئاسي بدعوى حصول والدته على الجنسية الأمريكية. القضاء أيها السادة يقول إن هذه الأوراق كلها كلام فارغ ولا يمكن التعويل عليه، وهو ما يتعارض مع شروط الترشح للرئاسة بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري المكمل. لم يستسلم أبو إسماعيل لقرار استبعاده من سباق الرئاسة، وخاض معركة شرسة ضد اللجنة المشرفة على الانتخابات، إلا أن اللجنة أصرت على موقفها ورفضت إعادته إلى المنافسة على منصب الرئيس. سيعلن انتخاب الدكتور محمد مرسي. وبعد انتهاء السباق الرئاسي وتتويج الدكتور مرسي رئيسا للبلاد، أعلن أبو إسماعيل في 25 من يوليو تأسيس حزب الأمة ليبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي. معارضو أبو إسماعيل يرون أنه شخصية صدامية لا يؤمن بالحل الوسط، بينما يرى أنصاره أنه نموذج للسياسي المخضرم المهموم بقضايا وطنه. المحامي، الداعية، السياسي، المرشح الرئاسي السابق الذي لم يدخل السباق الرئاسي، وقصة حضرتك كلكم عارفينها، المشاغب أحيانا، المشاكس، أبو الأشبال، المدافع عن الشريعة الإسلامية، المشتبك مع معظم التيارات السياسية. الليلة نحن مع رجل ما أن يحل بمكان إلا وتتدافع الأسئلة وتتقاذف علامات الاستفهام، وينتظر المشاهد ونحن معه في محطة مصر المزيد من آراء وأفكار وأطروحات تتفق أو تختلف معها، ولكنها تمتلك أرضية وتمتلك قبول كبير عند قطاع لا يمكن الاستهانة به من الشارع المصري. نقطة. هكذا هي الحكاية. رحبوا معايا بالشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أهلا وسهلا بحضرتك ومنور محطة مصر. الله يخليك، ده نورك، وألف مبروك وموفقين لكل خير يا رب العالمين. ربنا يخليك. كنت ضيف عزيز في النسخة الثانية اللي اتقفلت بالمجلس العسكري، وضيفنا النهارده ان شاء الله دايما متواصلين بما فيه الخير لمصر يا شيخ حازم. امين يا رب، موفق لكل خير يا رب العالمين. النهارده في حدثين، لو بنبدا من حيث النهايه، بغزه ومحمد محمود. تحب نبدا بغزه ولا محمد محمود؟ والله جايز تعجب انه الحدثين يعتبروا امتداد لبعض، هم يعتبروا تفسير لبعضهم الاثنين. طب وضح لنا ازاي يا شيخ حازم؟ والله يا سيدي الفاضل، اولا احنا الحقيقه يصح ان احنا نتفق على ان احنا نبقى منطقيين زياده شويه، عقلانيين، نفهم كويس جدا ازاي منطق الامور ماشي، مش بناء على الاماني. إذا المنطقية دي سميت في وقت من الأوقات إنها شدة أو صدام أو شيء من هذا القبيل، ده لا يعنينا. المهم إن اللي يقدر يرد على المنطق بمنطق مثله. مسألة غزة دي يعني إحنا يعني الحقيقة جف حلقنا، رقنا نشف زي ما بيقولوا من التنبيه لهذا الموضوع. والعجيب في الأمر إن مصر كلها ساكتة. قلنا مرة واثنين وثلاثة، واللي قلناه بيتحقق. قلنا إن في 3 مقدمات حصلت،
3 مقدمات ظاهرة زي الشمس. ومن عجيب الأمر أن كل الفصائل إسلامية وسياسية وثورية كله ساكت، حتى مش عايز يعلق. أولا قلنا أن العملية التي جرت في سيناء اللي هي عملية نسر، عملية تسخين لسيناء تحضيرا لضربة ممكن أن تقع على غزة، وقلنا الكلام ده مرة واثنين وعشرة وكتبناه وذكرناه ومرء رأي العين. نمرة 2 ذكرنا لما حصلت المناورات العسكرية اللي عملها الجيش المصري، عملها مع الجيش السعودي حوالين البحر الأحمر من فوق لتحتيه، على أساس كان تأمين مجرى السفن اللي هي يمكن السفن التجارية الإسرائيلية بين إسرائيل وبين إفريقيا. وقلنا يا جماعة إنه إذا كانت المناورات التي تجري ما هي إلا لتأمين ضد العمليات الأفراد، يبقى هذا أيضا امتداد لنفس المسألة. ونمرة 3 أديك شفت حضرتك ضرب المصنع اللي تم ضربه في السودان، فبقى عندي سيناء والسودان، سيناء فوق وسيناء والسودان تحت، والبحر الأحمر مناورات عسكرية. وقلنا إنه هذا نوع من تعويض الاحتياطات الأمنية اللي كانت مبذولة للحدود بين مصر أو بين مصر وغزة أو بين مصر والإسرائيليين. فضلنا ننتظر إلى أن حدث ضرب غزة. وصدقني يا أستاذ معتز، أنا لا يمكنني أن أصدق إنه الإسرائيليين تجرؤوا أنهم يضربوا غزة إلا إذا كانوا قبل كده ضمنوا وأمنوا إن الجبهة المصرية مش هيحصل من وراها مشكلة. وبالتالي الإجراء اللي حصل هو مجرد اختبار بيختبروا بيه هل يا ترى النظام السياسي في مصر هيفضل يعني هيتجاوز حدوده ولا هيلتزم بما تم التوصل إليه. لذلك أنا حزين ثم حزين ثم حزين. مش حزين من الإسرائيليين، ده شيء طبيعي أنهم يعملوا اللي عملوه، صحيح. ومش حزين من السياسيين حتى اللي في الداخل إن هم ما أدركوش، إنما حزين إن لما قلنا هذا الكلام مع الأسف الشديد بل مع مرير الأسف تواطؤوا. وأنا بقولها كلمة أؤكد عليها مش كلمة فلتة لسان، تواطؤوا على الخرس، الصمت الكامل، ألا ينطقوا ليترك كل هذه الترتيبات لتتم. والنتيجة اللي حصلة مع الأسف الشديد دلوقتي، بس هو مين اللي توطأوا يا شيخ حازم؟ ما فيش ولا واحد في مصر اتكلم، كله يعني الثوريين، السياسيين، اليمينيين، الإسلاميين، كل الفصائل والأصناف، لم ينطق أحد. ونحن نرى إجراءات غير قانونية تم ممارستها في سيناء وما إلى ذلك. اللي بيحصل النهاردة في غزة يعني إسرائيليين مطمئنين إنه النتيجة اللي رد الفعل مش هيبقى فيه رد فعل. أنا بقول لحضرتك هم يعلمون إنه لن يكون هناك رد فعل، وبالفعل لن يكون هناك رد فعل. ولسه حضرتك بتقول إن هو هذا الأداء اللي حصل من ضرب غزة هو كان اختبار لتقييم الرد الفعل المصري. إحنا نجحنا ولا سقطنا في الاختبار؟ إحنا مصر تستطيع لو في إرادة سياسية عندها ما تفعله وبدون خرق لا لقوانين ولا لمعاهدات ولا لاتفاقيات، عندها ما تفعله. إنما ده هيتبين مع الوقت القادم، هل في إرادة سياسية لإشعار الإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون تجاوز الحدود ولا لا. إحنا مش هنفضل يعني نتلقى الضربات ونفضل نجامل طول العمر، مش ممكن. في حاجات لو قلنا أعرف أن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن في حاجات للدراسة ممكن نقول لو افترضنا أن هناك تغيير في المواقع وأن أستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في هذا التوقيت هو اللي بيجلس على كرسي الرئاسة، وده كان لو كنت كملت المشوار كان خيار مطروح ومحدش يقدر ينكر ده، وفي ظل هذه الظروف كان هيبقى أداءك إيه مختلف عن هذا الأداء، في حين أنت طبعا عارف الدكتور مرسي خد إيه أو خد إجراءات إيه في هذا التوقيت، والبعض ارتأى أن هي كافية جدا. لو حضرتك بقى على الكرسي هتعمل إيه غير اللي هو عمله؟ شوف حضرتك، أنا لا أريد أني يعني يمكن أنا هجاوب طبعا، بس أنا مش عايز يمكن أمشي في هذا السياق بالذات، إنما أنا هضرب لحضرتك أمثلة بما لا يقبل بحال من الأحوال. لأننا بصراحة إحنا الآن أو أنا شخصيا في حالة صدمة، أنا في أمام مصيبة حقيقية. لما يجي النهاردة الجمعية التأسيسية مثلا والنظام السياسي الناشئ في مصر الآن
يتفقوا كلهم وأيضا على السكوت الكامل على الأحكام المعطاة للقوات المسلحة في الدستور الجديد اللي هينشأ، بما يجعلها دولة مستقلة داخل الدولة. كنا احنا بينزلوا ميدان التحرير، كانوا هم بينزلوا كل الناس دي ميدان التحرير ويقولوا يسقط حكم العسكر، أيوة بنهتف ضد العسكر، وفي الآخر يصل الأمر إلى أنه الدستور الجديد اللي هم بيحطوه هو الذي يمكن لحكم العسكر، يمكن له تمكينا، لدرجة أن النهاردة المصيبة الكبيرة اللي حصلت النهاردة أنه يتضح أن في قرار جمهوري أصدره رئيس الجمهورية من أول امبارح وبنفس الطريقة السرية اللي محدش يعرفها، ونشر في الوقائع المصرية الجريدة الرسمية، ولم يصدر به قرار من بيان إعلامي من رئاسة الجمهورية ولا من قرار الجيش. جمهوري يشمل إيه؟ قرار جمهوري ونشران النهاردة على المواقع، الأهرام والأخبار وكل الصحف، بأنه الرئيس يفوض عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في كامل صلاحياته في أمرين: الأمر المتعلق بأحكام قانون القضاء العسكري الخاصة بتخفيف الأحكام وغيره، والقانون الثاني، القرار الثاني تفاصيل في التعبئة العامة اللي من حق رئيس الجمهورية بيديها لوزير الدفاع، وكأنه تكريس للجزيرة المنفصلة أو للعزبة المنفصلة. بعض الخبراء بتقول، أنا آسف مقاطعة، بتقول إن هو ده إجراء طبيعي في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد دلوقتي. ما يعلنوش ليه بقى من أول امبارح؟ أنا دلوقتي طلعت القرار يوم 17 في الشهر. ما يطلع السيد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية والسيد المتحدث باسم الجيش ويقولوا حصل كذا عشان كذا، إنما يبقى الأمر إلى أن يكتشف ويجيبوا الصورة الزنكوغرافية منه، زي ما يكونوا اكتشفوا مجرم هارب ينزلوه في صورة النهاردة على كل مين يقبل يا أستاذ معتز أنه يكون شعب كامل ليس له ولاية على سلطاته، وتنزل الجمعية التأسيسية تضع دستور قائم على نفس الكلام؟ عارف حضرتك ميزانية الجيش، مين في الدنيا يقول أن ميزانية الجيش لا يستطيع مخلوق في مصر أنه يجري عليها رقابة؟ ممنوع الرقابة. لو أنه لا قدر الله وزير دفاع مد ايده في خزنة الجيش خد مليون جنيه اداهم رشوة لرئيس جمهورية، محدش يعرف، ممنوع، مش محدش يعرف، ممنوع حد يعرف. الدستور، وانا على فكرة في الفترة اللي فاتت اجريت معايا بعض الاحاديث الصحفية، اول صحيفة عملت الحديث نشرته كاملا على صفحتين وحاجة هايلة جدا وتنويه منشط رئيسي، وشالوا الجزء ده منه عشان ما حدش يتكلم عن موضوع الجيش. تاني صحيفة قلت يمكن رئيس تحرير ده هواه، تاني صحيفة عملت نفس المسألة، تأخذ الحوار بالكامل وتأخذ هذا. هناك تواطؤ من كافة الإعلاميين والصحفيين والسياسيين والفصائل السياسية على التدليس على الشعب المصري وتثار قنبلة دخان. وتأكد أن حتى موضوع غزة ده، موضوع غزة من ضمن مهماته، تأكد أنه بيشوشر على إعادة تسليم البلد للحكم العسكري. مادة من مواد الدستور اللي قاعدة فيه الجمعية التأسيسية، وعلى فكرة أنا بوجه لهم تحية كبيرة على جهدهم النادر ودأبهم، وأنه أول جمعية تأسيسية في تاريخ مصر تعمل التجربة بالشكل ده، وتعبوا جدا فعلا وتجربة فريدة. لكن يوصل الأمر أنه يلتقطوا لفظة واحدة مفردة، كلمة من مادة اسمها حماية الأمن الداخلي، إن القوات المسلحة يبقى من ضمن مهمتها أنها تكلف بحماية الأمن الداخلي، وتحط بدلها الحفاظ عليه، يعني اتخاذ إجراءات إيجابية من تلقاء نفسها في الأمن الداخلي. أنا أمام دستور في حقيقة يعرف ما يفعله، حتى في الشرطة، مش الجيش بس، الشرطة نفسها. يجي على مادة الشرطة، أنا ما أعرفش هيعدلوها ولا مش هيعدلوها، إنما أنا قلت ده بوضوح سرا وجهرا ومباشرة وعبر الإعلام، إنه يخلي الشرطة من حقها، يقول لك إن الشرطة ولاؤها للدستور والقانون. خلاص كده مباشرة بقى مني للنص الدستوري مباشرة، ما فيش سلطات فوقية، ما فيش السلطات المنتخبة عشان الشرطة تستطيع إنها تؤدي دور مباشرة بدون الالتزام. دي مسائل الحقيقة أنا لا أستطيع أن أغض الطرف عن أن الدستور الجديد بهذه الصورة يعد
لجعل السلطة العسكرية سلطة بره سلطان الدولة، والشرطة وكذلك لو كلمتك عن القضاء وعن غيره، هذا لا يمكن يكون دستور ثورة، ده ارتداد عن الثورة، ده نوع من أنواع إعادة تسليم البلد. ويسكتوا كلهم. فين شباب الثورة اللي كانوا عايزين البلد ما تبقاش ترتد الحكم العسكري؟ ساكتين. فين المرشحين الرئاسة اللي بيتكلموا ليل ونهار؟ ساكتين على هذا. إعادة تسليم البلد. طب ما هو السيد عمرو موسى انسحب ده انسحب بالعكس، ده هو عايز اللي انا بقول لك، ده هو ضد الكلام ده. ده عمرو موسى وحمدين صباحي وايمن نور والسيد البدوي واسامه الغزالي حرب والمجموعات دي كلها دي في الاتجاه الاخر، مش في الاتجاه اللي مع الكلام ده. خلي حد منهم، هل سمعت حد من دول كلهم بما فيهم شباب الثوره اعضاء الجمعيه التاسيسيه ينطق حتى ولا الإسلاميين ولا الإخوان ولا السلفيين ولا حاجة؟ أنا لا أريد أن يؤخذ الكلام على أنه كلام فصيل عن فصيل. أنا بقول لهم يا أخوانا، الشرف يقتضي أن تقولوا هل قررتم أنه 50% من ميزانية مصر تبقى محرم الرقابة عليها على الدستور على المصريين بالكامل، على 90 مليون كلهم؟ كان ضيفنا امبارح الدكتور بسام الزرقاء مستشار الرئيس، وانت تعرف موضعيته في النور وعضو الهيئه العليا، ربنا يكرمه وثمن الدستور. يعني لو حطينا الكلام كده يبدو انه عكس كلام حضرتك تماما. وانا اثمن الجهد اللي عملوه. طب يعني سامحني يا شيخ حازم، يعني بص حضرتك من اروع الناس او من اصعب الناس اللي الواحد ممكن يحاورهم، لانك بتقول الحاجتين، بتقول لي بأثمن هذا الجهد. طب ايه تثمين الجهد اذا كانت النتيجه بالشكل اللي انت بتقوله؟ هو كده. انا اثمن الجهد المبذول واعيب على الاحكام التي توصلوا اليها. الاحكام التي توصلوا اليها عن بصيره وعن نظر، وفاهمين هما بيعملوا ايه، ومتفقين على هذا. أنا مصدوم فيهم جميعا، إسلاميين وغيره. أنا مش بتكلم عن بالكامل كل الأسماء اللي بتسمعها، ده مرشح رئاسة وده شباب ثورة ودول هم عملوا جهد. وفعلا على فكرة لما حضرتك تراجع، أنا طبعا ده تخصصي، لما تراجع قانون التاريخ المصري في الدساتير، لا اللي اتعمل المرة دي سواء من حيث الحوار المجتمعي أو من حوار حجم الجهد أو من العمق أو من الدراسات أو من التوفر، طبعا لازم يقدر لهم بصورة فائقة. لكن كون انه يوصل في الاخر انه يمكن القضاء العسكري مثلا من رقاب العسكريين لدرجة ان ضباط 8 ابريل رئيس الدولة مش عارف يديلهم يخرجهم من اللي هم فيه لانه الجيش ما يرضاش وبيعتذروا لهم. دلوقتي في بعض ضباط سمعت، والله اعلم يا رب يطلع غلط، ان في ضباط منهم اضطروا تحت تأثير الضغط انه يقدم اعتذارات شفويه مثلا وزير الدفاع السابق او غيره علشان يعرف يطلع من الكرب اللي هو فيه. من يصدق ان ضباط الملتحين في الشرطه واخدين احكام معايا؟ على ذكر الجيش، انا اسف لمقاطعتك لان انا كنت اتكلمت وشفت حضرتك قبل ما حضرتك تتفضل وتدخل على الحادث المؤسف اللي في التجمع الخامس مثلا، اللي بين ضباط الجيش وضباط الشرطه. احمد عبد العليم مراسلنا من هناك على الهواء مباشره. احمد اهلا بيك. احمد اهلا وسهلا استاذ معتز وبضيفك الكريم الاستاذ حازم. اهلا وسهلا. قول لي اهلا وسهلا استاذ معتز، اسمع حضرتك. واحنا سامعينك بوضوح، لو تحكي لي اطلاله على المشهد، ايه اللي بيحصل في التجمع الخامس؟ اللي حصل استاذ معتز ان هو يعني قبل صلاة العصر تقريبا كان في عميد شرطة بيمر بجوار كمين قبل أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، فاستوقفوا الكمين وكان على رأس الكمين ده ملازم شرطة موجود. فالعميد قال له ان انا عميد جيش، فيعني ما استمعش ليه، وكما نقل لينا بعض ضباط الجيش المتواجدين امام القسم حاليا ان هو الملازم اعتدى عليه بالسب واصطحبوا معاه لقسم الشرطة. الخبر انتقل للمعهد المشاة تابع ليه هذا عميد القوات المسلحة. توجه على الفور ضباط هذا المعهد، معهد المشاة تابع للقوات المسلحة وعددهم حوالي 800 ضابط، حصروا قسم شرطة ثاني القاهرة الجديدة التي نقف أمامها الآن، نقف أمام هذا القسم مباشرة الآن، والقسم تقريبا محاصر الآن
كمية كبيرة من قوات الشرطة العسكرية. بعد ما جم ضباط معهد مشاة القوات المسلحة وحصروا القسم، حاولوا انهم يدخلوا يخرجوا العميد، فضباط الشرطة اطلقوا بعض الغازات المسيلة للدموع، وخرج طلق ناري من شرفة القسم أصاب نقيب تابع لمعهد المشاة. نزل على الفور طبعا قائد المنطقة المركزية وقائد الشرطة العسكرية. بعد ما نزلت الشرطة العسكرية وأحاطت بالقسم، نزل كمان قائد الشرطة العسكرية وهدوا فعلا الموقف. كانت في حالة ثورة من قبل ضباط الجيش، لأنهم بيذكروا حسب قولهم لي مباشرة أنه دي مش أول حادثة لهذا الضابط، رغم أنه هو ملازم أول، إلا أن ليه حادثة سابقة مع زميل ليهم، نظرا لمرورهم الكثير على هذا الكمين المتواجد بجوار أكاديمية الشرطة. الوضع حاليا داخل القسم، دخلنا زجاج الشبابيك وزجاج الابواب مهشم تماما نتيجه يعني تبادل او تراشق سواء بالطوب او سواء بالغاز المسيل للدموع اللي اطلق فقط من قبل قوات الشرطه، لان قوات الجيش لم يكن لديها غاز مسيل للدموع. واكد لنا برضو ضباط الجيش ان بعض ضباط الجيش كانوا مسلحين، ولكنهم يعني ضبطوا النفس ولم يطلقوا ولم يتبادلوا اطلاق النار مع ضباط الشرطه. احمد حاول تشوف صوره، نفسي اشوف صوره، يعني حاول الكاميرا تورينا اي صوره بشكل مهم جدا. عايز اشوف صوره يا احمد. هو للاسف يا استاذ معتز، نعم للاسف احنا يعني حد من المواطنين مش عارف او من اهالي المتواجدين هنا يعني بيحتج على وجودنا. كمان كانت قوات الشرطه وقوات الجيش، معذره، قوات الشرطه وقوات الجيش يعني لم يسمحوا لنا بالتقدم اكتر من كده لنقل الصوره. يعني احنا واقفين قدام الاسم، ولكن غير مصرح لنا ان احنا ندخل او نقترب اكتر من كده، نظرا لان الاوضاع الامنيه يعني غير امنه، ولسه يعني في قلق من قبل قوات الشرطه وقوات الجيش ان الوضع يتطور. بعض يعني ما زال ضباط الجيش اصطحبوا لسين 28 نيابات علشان هيتم التحقيق مع كامل الطاقم. يعني انت دلوقتي عايز تقول لي ان بعض ضباط الشرطه اتاخدوا لسريه تابعه، سريه عسكريه سين 28 دي تابعه للقوات المسلحه، وان ما زال لحد اللحظه اللي حضرتك بتكلمني فيها ضباط الجيش بتحاصر القسم؟ نعم بالفعل، لكن ضباط الجيش بشكل قانوني بيحاصروا القسم، يعني مش بشكل احتجاجي، لأن المنظر الاحتجاجي فض بالفعل عندما نزل مساعد وزير الدفاع واصطحب طلاب معهد المشاة وضباط معهد المشاة، واخدهم وأعادهم مرة تانية وأعاد الهدوء للمنطقة. والشرطة العسكرية بتحاصر القسم في إطار تأمينه، ليس في إطار احتجاج أو في ده إطار مهم. اكتمال عملية الاحتجاج. الوضع تمت السيطرة عليه والوضع هادئ، واصطحب بعض الضباط بالفعل من ضباط الشرطة لسين 28 نيابات، لأن سين 28 نيابات هي اللي هتحقق في الموضوع، نظرا لأن القضية هتكون قضية عسكرية. في الحقيقة أستاذ معتز أنا عايز أنقل بعض كلمات ضباط الجيش اللي يعني أثاروا تخوفهم من إمكانية تطور هذه الأحداث وتطور مثل هذه المشكلات بالنص، كما قال أحدهم لي وهو بدرجة رائد برتبة رائد، قال لي يعني إذا لم يحسم الدكتور محمد مرسي ويلجأ لتطهير المؤسسات وعلى رأسها تطهير مؤسسة الداخلية، يعني فربما تقع الكثير من تلك الأحداث إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. أحمد عبد العليم بشكرك، وإحنا هنكون حريصين على التواصل معاك إن شاء الله، ما يجدش أي جديد إلا الهدوء، ولكن إحنا معاك على الهواء في ظل أي حدث جديد. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة. أنا ما حاولتش أحكي عن الحكاية بشكل كبير لأني يعني بصراحة شايفها مؤسفة جدا، حبيت أدي إطلالة، ولكن التطور حابب حضرتك تعلق لي عليه. شايف بقى حضرتك الواقعة دي تروح لمين طبقا للدستور الجديد والقانون الجديد والقديم وكله؟
تروح للقضاء العسكري اللي هو بتاع القوات المسلحة، اللي هو عبارة عن ضباط في الجيش تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، هي التي تحقق فيه وهي التي تحكم فيه وتفصل فيه وكل شيء. ولا يستطيع أحد لا من الشرطة ولا من الجيش ولا من المدنيين ولا أي حاجة أن يراجع عليهم قرارهم، هم حرين إلا في مرحلة التصديق اللي النهاردة صدر القرار، اللي صدر أول امبارح وأعلن النهاردة صدر القرار الجمهوري بأنه ترجع تفويض وزير الدفاع بيها. إحنا أمام كارثة إعطاء السلطات الفاعلة للدولة جزر خاصة، ويبقى احنا بقى خلينا نشتغل في الوزارات كده والجانب الإداري ونلعب ونتبسط، لكن السلطات الحقيقية ذات السلطة في الدولة كلها بره النسق. والدستور الجديد يقول كده، مين يقول هذا الكلام؟ رغم ان الدكتور مرسي اتخذ قرار الكل أشاد بيه لما يعني نحى أو عزل أو أحال المشير والفريق الوزير الدفاع ورئيس الأركان، وكان هذا الفعل أوضح للكثيرين أنه يمتلك قبضة حقيقية واستطاع أن يتخذ إجراء حقيقي. ده بيتعارض مع هذا الوصف، لأنه في واقع الأمر أنه فيما يبدو أنه حتى هذه الواقعة كانت يعني من القوات المسلحة، يعني تلقاها الرئيس من ده، لأنه زي ما الشعب ثار على حسني مبارك فرؤي أنه يا إما يسقط النظام يا إما يسقط حسني مبارك ليبقى النظام، فنفس الحكاية لما أصبح تنمر الناس بالشخصين الاثنين دول اللي هم وزير الدفاع ورئيس الأركان حسين طنطاوي وسامي عنان، رؤية برضو أنه يزول الشيء اللي الناس وقفاله علشان الأمور تعرف تمشي، عشان يعرفوا يعني ينقلوا المسائل للتمكين، يعني عملية تخدير. ولذلك أنا في تقديري أنه لا، هذه الواقعة اللي حصلت يوم 12 أغسطس كانت فعلا من أجل إنشاء جو من الاسترخاء ومن السكوت علشان يمكن الدفع بالنظام للأمام بهذه الصورة. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك أنه في بعض الناس بعتوا لي رسالة بيقول لي طيب ما هو مجلس الدفاع الوطني بيراقب على الميزانية، ده مجلس الدفاع الوطني بكامل هيئته بنسبة 100% ما يقدرش يراقب على مليم واحد في الميزانية، ممنوع عليه، هو يقرر الميزانية هندي لكم مليار ولا 2 مليار ولا 100 مليار ولا يقرر، إنما يراقب بعد كده لا تستطيع جهة فيكي يا جمهورية مصر العربية ويا شعب مصر بملايينه إنه يراقب. النهاردة الوضع اللي حصل ده، جيش بيضرب في شرطة وشرطة بتضرب في جيش، ومن يومين في الجيزة الجزيرة اللي كانت حصل فيها ضرب في الجيش عشان أرض جيش وكلام زي كده، يبتدي يحصل نوع من أنواع تفعيل. وعلى فكرة احنا أمام سبحان الله كل ما هنترك الموضوع كده هتبص تلاقي الحكاية تفسد أكثر. ليه؟ لأن بص كده حضرتك المنظومة دي، نمرة 1 أقسام الشرطة رجعت تاني فيها ضرب وتعذيب وشتايم. عارف ده معناه ايه؟ ان الشريحة التحتانية من المجتمع يفضل شحنها بالغيظ والضيق والغضب شيئا فشيئا. في امثله، في وقائع حقيقيه تحت ايد حضرتك بالاسماء عندنا كتير، عندنا على الاقل مثلا وقائع من صفعوا على وجوههم في اقسام شرطه في القاهره 3 بالاسم موجودين عندنا، وتم الابلاغ ورئاسه الجمهوريه ورئاسه الوزراء يعلمون باسمائهم بشكاوى مباشره مذكور فيها الاسماء والوقائع. وغير كده الواقعه اللي كانت اشتهرت بتاعه الشاب اللي كان برضه تقدم الخطيب، ايوه اظن بالظبط كده، خدوه من اتوبيس او ضربوه او حاجه زي كده، كان هو رايح لبلده في اجازه العيد. فموجود معنى كده انك بتشحن الشريحه المجتمعيه التحتانيه بالغضب مره تانية، وتستطيع مع هذا جهاز بث الشائعات اللي بيلوث سمعه الاخوان ويلوث سمعه الرئيس، ويقولوا ده اخوانه الدوله وبيحاولوا يسوي لحد ما الناس يتحفظوا ضدهم. ويمكن بمنتهى السهوله الأزمات المعيشية بعد شوية من سولار وبوتاجاز في أي وقت يسحبوها يجروها، وفي أموال ما شاء الله دول بره سواء عربية أو أمريكية أو الفلول أو اللي مع حسني مبارك صنع، وفي الآخر يتقال بس الجيش هو الحل، تعالى أيها الجيش خلصنا. نحن أمام كارثة حقيقية، إنه الثورة
الناس بيسلموها مرة تانية، ولا في حاجة اسمها شباب ثورة، ولا حد محافظ على الثورة، ولا سياسيين، والمسألة كلها ماشية مع الأسف. أستاذ حازم، البعض بيقول دلوقتي إنه البلد في حالة سيولة كبيرة، فهل من الحكمة إن الرئيس يكون في مواجهة اللي حضرتك بتطلبه ده بالتأكيد لا يروق للجيش؟ هل من الحكمة إنه يتم تنفيذ الحاجات اللي احنا بنطالب بيها في هذا التوقيت، ولا في ظل هذه السيولة أحاول أجمد البلد الأول وبعدين أخذ هذه الخطوات؟ لا. وإن حضرتك ممكن تكون بتقول كده لأنك بتجلس بعيدا، ولكن من يده في النار الآن هو دكتور مرسي. طيب، نمرة واحد ثق، والله مش كلام، ان الجيش المصري كأفراد من أروع ما يكون، ناس محترمين كضباط، أكيد يعني ناس من أروع ما يكون، وهم مع الحق والعدل، هم نفسهم بيشتكوا من التسلط عليهم. انت الأحكام الدستورية الجديدة خليت القضاء العسكري رقابي الضباط دي في ايه؟ ما يقدرش يتكلم. انما اولا ثق ان الجيش المصري في حقيقة الامر وبنسبة انا اقدر اقول عشان ما بقاش مبالغ اكثر من 70-75% على نفس هذا الاحساس الوطني الشعبي العادي انه يريد هذا الحق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ودي حاجة مهمة جدا، انه الجيش وهو بيمارس سلطاته محدش يقدر يقول لي انتظر لحد ما يتمكن من جديد. وانا هقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، لاني النهارده نازل بهذه النية اني اعذر الى الله سبحانه وتعالى بوضوح. احنا عندنا الان فرصة وبنضيعها عن عمد، يعني بنتعمد ان احنا نضيع الفرصة ظنا مننا ان ما نقدرش على احسن من كده. اسمح لي ب3 دقايق من الحديث الديني الواضح. اتفضل. لان اصل الحكايه دي تجربه النموذج التركي وتجربه تركيا مسيطر قوي على الاسلاميين في مصر دلوقتي. يعني لو فتحت عقول الاخوان مثلا تلاقي الحكايه دي. انت قصدك الاخوان مش الاسلاميين؟ والاسلاميين وكله، ما هو انا بكمل لك اهو. والباقيين يعني صاروا معهم. الاسلاميين يا شيخ حازم؟ طبعا، ما انا بحكي لك عن السياسيين. يعني انت عايز تقول ان كل اخواتك وحبايبك وعشيرتك واهلك والاسلاميين كلهم في جانب وانت في جانب؟ لا بالعكس، بالعكس، انا بتكلم لا مطلقا، ولا حتى الاخوان والسلفيين. يعني ولا حتى الاخوان والسلفيين، انا بكلمك عن الاداره السياسيه لهذه الاحزاب. انما فسيطرة النموذج التركي موجود عليهم. ومن عجيب الأمر النموذج التركي اللي هو ينجح في الاقتصاد والسياحة والسياسة ومش عارف ايه ويأجل القضية التانية، أنه عندنا آيات سبحان الله في سورة المائدة والله كأنها أنزلت في موضوعنا. ليه بقى؟ الإسلاميين اللي بيديروا الكيانات السياسية دي فاكرين ايه؟ فاكرين وكلهم يقولوا نفس الجملة. يعني تتقابل مع 1000 هيقولوها لك 1000 واحد، تتقابل مع 2000 هيقولها لك 2000 واحد، كلهم انه زي ما ربنا كرمنا في الاول ورعى الثورة ونجحت ان شاء الله هتكمل وهيبقى حاجة عظيمة. رغم ان هذا المعنى الذي يقوله الكل والكل معجب بالتجربة التركية، القرآن لا يقول به، يقول بعكسه. ليس هناك ضمان قرآني. الآية بتاعت سورة المائدة بتتكلم عن واقعة حصلت أيام سيدنا موسى. الغلابة مساكين كان حسني مبارك مغلبهم ومبهدلهم وبيذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم. ربنا عمل لهم البحر أرض وهربهم منه، وراح مرجع الأرض بحر ومغرق فرعون. فشافوا الدنيا بتتغير وكرم ربنا قلب لهم الطغيان. فلما خلصوا ومشوا وصلوا للمكان اللي المفروض يدخلوا له، استلموا نعمة ربنا بقى، اتفضلوا استلموا نعمة ربنا. كانوا أضعف وأكثر خورا واهتزازا ولا رباطة جيش ولا ثبات انهم يستلموا. فسيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا له مستحيل. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها أو حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فاتنين رجالة محترمين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
سابوا الراجلين اللي بيتكلموا قالوا بس انتوا هتبوظوا الموقف يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. مش هنستلم. فسيدنا موسى قال لهم بمنتهى الوضوح، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله تعالى بقى في تعقيبا، قال فإنها محرمة عليهم. أدي الثورة في البداية، يحصل نجاح بقدر الله، استلم النجاح بالعمل، فإذا ما أبيت فإنك مهدد. أنا مش بقول إنه ده متطابق 100%، إنما أنا بقول ده مؤشر. الآيات دي بتعطي مؤشر نخاف منه، إن إحنا نريد أن يكون عندنا رباطة جيش على جزء العمل بتاعنا. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم أنتم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اتفضلوا اشتغلوا. إنما يجي اللحظة دي أقول والله أنا همشي على النموذج التركي ومش هعمل حاجة، إذا كان شعب مصري معانا بالكامل، شعب مصر ملتفت ليحقق ثورته، أرجع أحصن الجيش وأحصن الشرطة وأحصن القضاء. أنا ما كلمتش حضرتك عن البنك المركزي ولا عن القضاء ولا عن الأمور الموضوعة في الدستور بما يجعل هناك بهذه، وعن بصيرة وروية، هم فاهمين هم بيعملوا إيه. أنا مش بتكلم عن الأمور الأخرى اللي ربنا يكرمهم تعبوا فيها جدا، إنما ده قرار، ولا يعلقون ولا يعقبون. وأنت فاكر حضرتك إن دي أول مرة أنا بقول الكلام ده؟ أنا قلته مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. كل ما أقوله لصحيفة تشيله من الحوار لا تنشره، وأقوله لا يعلق عليه أحد. عارف ليه؟ لأنهم حتى واحد منهم مع أنه أستاذ في الجامعة وراجل يقول لي ما هو المجلس الدفاع الوطني في الدستور الجديد هينظر في الميزانية، ولكن حضرتك هو لا يراقبها يا بيه، لا يراقبها، ده بيعطيها إنما لا يراقبها. بغض النظر عن اختلافنا واتفقنا مع الكلام حضرتك بتقوله اهو، وفي قناة المفروض بانها محسوبه على الاخوان رغم ان البرنامج يعني، وبتقولوا بمنتهى الاريحيه ما حدش بيحذف حاجه هو شيخ حازم. ولكن دلوقتي عندي سؤال، زي بكلمك على الصحف، انما هنا انتوا ما شاء الله كله الا محطه مصر. طيب بص دلوقتي حضرتك وكانك انت لو الحوار اللي احنا ان شاء الله نستمتع بيه اكتر من كده، مين بقى اللي مش عاجبك؟ شوف بقى، حمدين وعمرو موسى لا وانت بتذكر اسماء ليه؟ ما انت اللي ذكرت مش انا يا شيخ حازم. لا ده انا عايز اقول لك انت اللي عديتهم فردا. لحظه واحده، دي مجرد امثله، ده انا بتكلم عن كل السياسيين. انا بقول لهم انطقوا. طب استنى ده انا اكمل لك، انت مش بس السياسيين، انطقوا قولوا يعني انطقوا بس قولوا احنا موافقين على انه ميزانيه الجيش 50% من ميزانيه مصر ولا 40 حتى في المية، مش عايزينها تتراجع. يا شيخ حازم حضرتك بتقول لي كل السياسيين وضميت ليهم كمان اللي في الحكم دلوقتي، وهم خليط بين السلفيين والليبراليين والاخوان بصوره اكبر، خلاص، وشباب الثوره اللي خلونا نتكلم بهذا الشكل، ربنا خلاهم سبب في اللي احنا نتكلم. ايه خلونا واحنا كنا قاعدين في البيوت؟ ما كناش كنا بنتكلم كده. استاذ معتز، انا لست من النوع الذي اذا احسنت بالامس يبقى معاك النهارده صك ضمان. طب بس خلينا احنا مش كنا قاعدين في البيوت. انا لو احسنت بالامس احنا ما كناش قاعدين في البيوت. لا قاعدين، احنا كنا لا قصدي ان احنا كنا نقدر نعمل هذه الحلقه قبل الثوره. لا ما كناش نقدر نعملها. كنت تقدر تتكلم على مبارك زي ما بتتكلم على مرسي دلوقتي؟ طبعا بمنتهى الوضوح. انا بالنسبه لي انا اتكلم عنه هكذا بدون انقطاع وبمنتهى الوضوح. انما لو عايز تقول ان الثوره لها فضل، نعم، ولكن ليس فضل بعض الناس على بعض الناس، فضل من انبعث فيها. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انت عايزني يعني انت حضرتك ده انا زعلت منك. ليه؟ يعني انت عايزني علشان حضرتك عملت حاجه امبارح حلوه افضل طول العمر لو غلطت ما اقدرش اقول لك انت غلطت؟ لا مين اللي حمل الموضوع بهذا الشكل؟ مين اللي حمل الموضوع؟ سيدنا حسني مبارك عمل الضغط. فاذا الاسماء اللي حضرتك ذكرتها حتى شباب الثوره حتى الاسلاميين، انا بقول صراحه عليهم ان يتكلموا. نحن قررنا أن نوافق على أن تكون ميزانية الجيش محصنة ضد كل المصريين انهم يتكلموا فيها، يقولوا كده وانا هسقف له. طيب يا شيخ حازم، دلوقتي بعض الاصوات، انا مش هتكلم على الاصوات المؤيده ليك وهم كثر،
دايما بناخد الجانب الاخر. الجانب الاخر بعض اللي بيتكلم عن ايه، يقول لك يا شيخ حازم ما احنا من قبل الثوره ما عرفناش الشيخ حازم راجل سياسي، كان داعيه اسلامي. النهارده هو رجل سياسي. فالثوره ده كمان من الاسباب اللي خلت ده. دي مش معنى كده ان انا بقول لك نفضل طول الوقت نسبح، لا نسبح ولا لا. اللي بيقول كده يراجع نفسه، لانه واضح انه معلوماته قليله، فدي مسالته هو، انه لو علم مش هيقول كده، انما واضح هو كشف بهذا السؤال انه لا يعلم وما فيهاش حاجه. انما مع ذلك انت يعني في مواقف عايز بس تحول عشان قبل ما الموضوع. اتجاوز لهذا الموضوع، هل في مواقف ايام مبارك يا شيخ حازم قول لي مثلا عليها دلوقتي كده كانت ليا حطيت صوابعك في عينين مبارك بالبلدي كده؟ هو اولا انت عايز حضرتك تحول المساله الخاصه بالبلد الى حازم صلاح ابو اسماعيل؟ لا انا دلوقتي بعتبره وحش عشان اريحك، اصل ده مش موضوعي دلوقتي. ومع ذلك موقف انت حضرتك ليه عايز موقف واحد؟ ليه ما يبقوش عشرات المواقف؟ لا طب انا بطلب موقف. لا كتير، بس انا استحي ان انا يعني اتكلم بهذه الصوره، لكن مئات المواقف، مئات عبر عشرات السنين كما لا يحدث. يعني موقف لو انا طالب واحد بس يا شيخ حازم كتير عليا. ده انت بتقول انك بتعزني وقلت لي محطه مصر. لا انا يعني انا لا انا بطلب موقف. لا موقف حطيت زي دلوقتي. انا على فكره ممكن اكون على المستوى الشخصي انا بس مش عايز الناس تفهم فتعرف ان انا بقى هنحاس جنبك من المعجبين باللي بتقوله، ولكن انا بكلمك على طرف اخر. انت النهارده بتهاجم وبقصد، وده حقك الكامل، وانت اكيد مصلحتك عايز مصلحه البلد. انا عايز بقى ان انا كمهني لازم اكون محامي الشيطان، وحضرتك عارف محامي الشيطان ايه؟ انت مالكش دعوه بالشخص حضرتك، انت اعتبرني وحش. احنا نتكلم في الناحيه الموضوعيه، سيبك مني خالص. انما انا بالنسبه لي اللي عايز يعرف يقدر بقى يبحث. لان كلها على فكره اللي بنتكلم عنه 30 35 سنه دي كلها امور مسجله صوت وصوره وفيديو موجوده متاحه لكل الناس. يعني ليست انما انا لا يمكن، انا لا استطيع انه يليق بي اقول لك ان لما حصل كذا قلت كذا، ولما حصل كذا وقفت كذا. ما اقدرش اقول كده، عيب. في ناس كتير عشمانه في شيخ حازم. لا عشمانين حضرتك تدعو حد تاني يتكلم. انا لا، مستحيل اقول كده، ده لا يليق يا استاذ معتز. يعني انا لا استطيع. على إيه؟ انا خلاص من الموضوع زي ما انت قلت. انا لا استطيع. لا انا بقول عشمانه في شيخ حازم ايه؟ انه بيمتلك في ناس زي ما قلت لحضرتك وبدات وانا اكرر هذا، بترى ان الشيخ حازم يمتلك بصيره ورؤيه سياسيه هم شايفينها ان هي ممتازه، ولكنك يعني لو سمحت لي بيحسوا في لحظات انك بتخذلهم، انك لحد دلوقتي على سبيل المثال الحزب، يعني عايزينك بقى في دور فاعل بدل ما يكون اداء تنظيري، عايزينك تساهم في خضم هذه الحكايه اللي حضرتك كل اطرافها معترض عليها وذكرتهم كلهم واحد وراء اخر او جماعه وراء اخرى. انك لا انا ما ذكرتهمش على فكره هجوما، انا بقول لهم بس اتكلموا، يعني قولوا، انطقوا، قولوا احنا موافقين على الكلام ده او رافضينه، قولوا اي حاجه. رغم ان حضرتك من الاول وبذكاء احسد حضرتك عليه، لما سالتك حتى لحد دلوقتي ما جاوبتنيش، قلت لك لو مكان دكتور مرسي تحديدا هتعمل ايه في غزه دلوقتي في ظل هذه الظروف؟ ما جاوبتنيش. ما انا جاوبت حضرتك. طب ايه؟ لا انت دخلتني على موضوع الدستور انا قلت لك انا لا تستطيع ان تسالني عن موضوع غزه الان، مع ان انا عندي اجابه، ولكني قلت لي هجاوبك عليها. لا ما انا جاوبتك، بس انا هراجع، قد تكون غير ما كانتش واضحه. اتفضل. انما انا قلت لحضرتك انا لا اتكلم عن النتيجه، وانما انا اخذ موقفي من المقدمات. ما اعملش اللي حصل في سيناء وسخنها. انت عايز تقول لي انا ما كنتش هعمل واضعف الاحتياطات الامنيه على حدود الاسرائيليين. ما اجعلش تمكين الحسابات او الاحتياطات الامنيه في البحر الاحمر من شماله لجنوبه عن طريق مناورات مشتركه مع السعوديه لتامين الملاحه الاسرائيليه. ما اتركش، ما يحصلش بوضوح العلاقات بيننا او الحوارات والكلام بيننا وبين الاسرائيليين معقد. ليه؟ لانه متعدد البلدان، احنا عندنا قضيه في سوريا وقضيه هنا وقضيه صحيح. هنا. لذلك ده وقت صوت الشعب. حضرتك بتسالني عن الحزب، نعم الحزب الان الذي نشرع فيه هذا هو صرخه في وجه المتلاعبين، في وجه التلاعب. احنا الان، ولذلك انا بدعو كل مستمسك الى ان هو ينضم ليه. وانا في الحقيقه انا اعلنت قبل كده وربطت توقيته بتوقيت اعلان المسوده التي سيجري عليها الاستفتاء من الدستور. احنا كنا هنعلنه يوم 15/10 لما هم قالوا ان مسوده الدستور هتطلع 27/9. فقلنا خلاص يبقى احنا 15/10. اخروها لن نستعجل، لانه الطريق اللي هنسلكه هيتبين. لذلك انا بقول لا، لابد من شيء من الاستمساك. انا عندي التجربة التركية
اللي هم يعني مختلفة تماما عن التجربة المصرية، مختلفة اختلاف كامل عن التجربة المصرية. الترك لما قاموا لم تكن ثورة، إنما أنا عندي هنا ثورة، عندي شعب بدأ يتمكن. التجربة التركية كان العسكر فيها مسيطرين، وكانت أفراد المؤسسة العسكرية العاديين ضد الاتجاهات السياسية والشعبية. هنا مش كده المسألة هناك، ومع ذلك اللي أخدوه. طب ما أنا عندي أماكن تانية واقفة على رجليها، ووصلت إلى درجة النهاردة يا أستاذ معتز غزة اللي لما قتل أحمد ياسين اتضح انها الوقت ده كله قاعده تشتغل في البحث العلمي والصناعه عشان تطور مدى الصواريخ. ويكلمني احد احبابي الكرام من غزه ويقول لا نستطيع ان نظهر اكثر من 50% مما عندنا، لان لازم يبقى جزء من المفاجآت. يعني عندهم قدرات. احنا دي نقطه رائعه جدا، وبشكرك انك طرحتها يا شيخ حازم، لان النهارده واحنا في الراديو تاكيدا لكلامك وكانك كنت معانا، سامع الراديو في فلسطين الإذاعة بتتحدث عن ان هم بيتفاخروا ويتباهوا، ولهم الحق زي ما قلت انهم قد وصلوا ان ما فيش دولة عربية انتجت حاجة من اللي انتجوها كصاروخ يصل لهذا المدى، وتباهوا بده. وانا باكد على هذه النقطة كويس، ده انا كنت ناسي ان انا اشكرهم عليها لانها حقيقية. صدام حسين لما في سنة 91 قال لو حصل كذا كذا سأحرق نصف إسرائيل، ضرب صاروخ حرق 6 أفرع من شجرة 6 فروع، قالوا 6 فروع من الشجرة اتحرقت ولم يصب أحدا. ليس هناك نظام عربي ولا رئيس عربي من الجماعة القدام دول كلهم عمل أي شيء إطلاقا، بينما هؤلاء يعملون. أنا مش عايز تصادم، مش عايز حرب، ومع ذلك الحرب قاعدين يغنوا. أنا على فكرة بالمناسبة دي عايز أوجه طلب إلى الأخ الجليل الفاضل الكريم وزير الإعلام، أقول له لو سمحت اسمع الإذاعة المصرية من فضلك. أنا طبعا مع الأسف ما بقاش عندي وقت أشوف التلفزيون، إنما الواحد بسبب المرور على الأقل بيسمع إذاعة كتير. لو سمحت اسمع البرامج الإخبارية في الإذاعة المصرية، لأحسن ده يعني أكيد مش شايفين اللي هم بيتقال فيها ولا إيه؟ ده شيء رهيب. يعني تلويث سمعة رئيس الجمهورية وهو رجل محترم صادق، تلويث سمعته، ولا أزكي على الله أحدا، تلويث سمعته وتلويث سمعة الإخوان أنهم عايزين يأخونوا الدولة، وتلويث سمعة الجمعية التأسيسية، وتلويث سمعة الإسلاميين أنهم فيهم تشدد، بحيث توصل أن الناس تكره الإسلاميين وتخاف من رئيس الجمهورية وتقلق من الإخوان، وبعدين تروح عامل لي شوية أزمات معيشية وتعمل كده، والله أعلم تبص تلاقي الحكاية كلها راحت لناس. أنا بقولها صراحة، حضرتك بتقول لي أنت بتذكر أسماء، أنا ما بذكرش أسماء دي على إن هي دي الأسماء، ده أنا بقول لك كل أسماء السياسيين ينطقوا. على فكرة أنا ما قلتش عليهم أي حاجة وحشة ولا حلوة ولا حاجة، أنا كل كلامي ذكر أسمائهم، إني بقول لهم اتكلموا، قولوا موافقين او رافضين، وفي الحالتين هسقف لهم. يعني لو قالوا موافقين ان الجيش يبقى ميزانيته محصنه هقول له برافو، لو قال لي مش موافق هقول له برافو. انت عندك في الجمعيه التاسيسيه، انا مش فاكر اسم، في 2 من شباب الثوره في الجمعيه التاسيسيه، بقول لهم انطقوا، قولوا موافقين ان ميزانيه الجيش تبقى محصنه. واحنا بننضم تماما لصوت صوتك انه نريد مواقف معلنه. وعلى ذكر رئيس الجمهوريه، حابب اقول خبر توفيت رحمة الله تعالى شقيقة السيد الرئيس، وسوف يقام العزاء يوم غد الثلاثاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة. وتهيب رئاسة الجمهورية بالصحف الامتناع عن نشر أي تعازي في وفاة شقيقة السيد رئيس الجمهورية. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقها لمحزونون. رحمه الله رحمة واسعة. ويعني كل قلوبنا مع رئيس جمهورية تحبه القلوب وتصطف وراءه ومستعدة أن تفتديه وأن تفتدي يعني ثباته بالأرواح والمهج، شعب مصطف حواليه. ولذلك يعني أنا كان الله في العون، دي تأتي في وقت هو محتاج فيها حتى طاقته النفسية، إنما يعني هذه أقدار الله، وأسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته يا رب العالمين، وأن يأجره وآلها جميعا الخير الكثير يا رب إن شاء الله. في الصبر. بما أننا خلينا ناخد بعض اللقطات البسيطة ونطلع فاصل نشوف الشيخ حازم. احنا ما قمناش بواجب الضيافة كاملا، والراجل ريقه نشف.
من غزة لبعض اللقطات زي ما قلت لكم. غدا بمشيئة الله سنعرض الرحلة موسعة وكل مدار فيها، ولكن أعتقد أن كل ما يقال في موضوع غزة هو لمصلحة هذه الأمة، فده بعد قومي لينا. وامبارح ذكرت ان مفيش عيب اطلاقا لما الناس بعابوا، وذكرت كلمه الفنان الرائع عمرو واكد لما قال انا مش عارف ايه العيب ان احنا نهتم باسيوط ونهتم بغزه في نفس التوقيت. لسه متواصلين بعد الفاصل مع ضيفنا المتميز الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. الدخان والنار اللي حضراتكم شايفينها طالعه ورا ده مشهد طبيعي جدا في غزة، بل الأصعب ولكن إذا شئت الدقة نقول الأقوى إن الناس هنا بتتعايش مع هذا المشهد عادي جدا، بل إنهم دلوقتي بيشعروا بفخر ويشعروا بسعادة. ليه يا جماعة سعدة؟ قال لك سعدة عشان الدنيا اتحركت وإحنا بنعيش بالمقاومة. الذل هو اللي بيعمل الموت والمهانة والأداء اللي إحنا ما بنحبوش. الشعب راضي وسعيد ومتفائل جدا لأنه بدأ يحقق تقدم وبدأ يعلن إنه هو ممكن يشكل صداع حقيقي في دماغ الاستيطان الإسرائيلي. غزة شفتها بروح معنوية عالية جدا لم أكن أتوقعها بهذا الشكل، حقيقة وبجد روح معنوية في أعلى مستوياتها. يا حمام كراريس الرسم، دي حمامة شهيدة بتتقدم بتصلي وتفتتح المرسم، ترسم عصفور بيعدي عصور، ترسم عصفور بيعدي عصور، يحلم بمدينة من الدنيا. نرسم مراجيح بتقابل ريح، نرسم مراجيح بتقابل ريح، ملعب أطفال بسلالي معاه. آخر حاجة ضربته بالقلم عشان يلحق الأتوبيس. والعالم عاقل مش مجنون، ولا يمكن طلقة هترسم كون، ولا تقدر تخلق خط ولون، ولا تقدر تخلق خط ولون، ولا تمنع شمس تضم غصون، ولا تمنع شمس تضم غصون. افتحوا يا حمام، افتحوا يا حمام،
افتحوا يا حمام كراريس الرسم، حمامة شهيدة بتتقدم بتصلي وتفتتح المرسم. نرسم سرب حمام بيطوف يدق بمناقيره في دفوف. نرسم سرب حمام بيطوف بمناقيره في دفوف، ويصحي ضمير البشرية، يصحي ضمير البشرية. ازاي حيكون انسان بصحيح من غير ما يقول الرأي الصريح، من غير ما يغني بحرية، من غير ما يغني بحرية. الأب بيقول في آخر حاجة عملها إنه ضرب ابنه بالقلم عشان يركب الأتوبيس، عشان يركب الأتوبيس اللي مات فيه 51 طفل من أطفالنا. إزاي شفت الحادثة دي وإزاي شفت التعامل الحكومي أو الرسمي معاها يا شيخ حازم؟ والله أولا يعني خليني أقول لحضرتك إنه الحقيقة أنا تعبير خاص عن عاطفتي. أولا أنا حتى مستكتر أقول إنه يعني عزاء لأهاليهم، لأنه لا شك إنه الجانب العاطفي في المسألة بيبقى ثقيل وشديد وقوي جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يربط على قلوبهم. وبس عايز أقول لهم أنه أبنائنا دول بتوع ربنا مش بتوعنا إحنا. هي الغلطة أن إحنا بنتصور أن أولادنا بتوعنا إحنا، وأنه ربنا أو خدهم أو القدر خدهم. لا، هم دول بتوع ربنا عندنا. فإذا ما استرد الله عز وجل وديعته، إنما تظل الجريمة مركبة لأنها موجودة كتير. بس في الحقيقة مش وزير النقل الحالي اللي استقال ده هو اللي يتحملها، ولا رئيس وزراء ولا غيره، وإنما أنا عندي منظومة إدارية كاملة تسببت في حوادث متعددة للمزلقانات، في تصادم متعدد، حوادث تصادم قطارات. إنه المسألة محتاجة الحقيقة الضبط الكامل في منظومة الناحية الإدارية. وفي نفس الوقت الحقيقة ما ينفعش ان الحاجة تعدي. احنا عندنا كم وزير نقل لغاية دلوقتي استقالوا بسبب حوادث قطارات. فالحقيقة انه لازم يتقال ان مين المسؤول بصفة عامة عن منظومة ضبط المزلقانات بصورة شاملة. لانه يعني الواحد وهو رايح هنا وهنا وهنا، يعني انا فاكر واحنا صغيرين كنا واحنا بنعدي من عند مترو حتى السيدة زينب ولا الأصوات اللي كانت بتدوي دي علشان تحذر الناس كانت تلقائية أوتوماتيك. لكن دلوقتي المسألة فطبعا لا، هو الموضوع موضوع ضبط كامل المنظومة الإدارية، الرقابة، الإدارة. إنما نسأل الله عز وجل أنه يرحمهم رحمة واسعة يا رب العالمين. البعض ذهب في مطالباته الدكتور مرسي بإقالة رئيس الحكومة والحكومة كاملة. شايف أن ده كان مناسب؟ لا، أصل هو واضح إحنا محتاجين نذاكر ثقافة الاستقالة. هو مش إنه يحصل حادثة فأنا استقيل. ده الناس فاهمة كده، يعني لما بقت في ثورة وبقى الموضوع بسرعة ومباشر يبقى اللي يحصل ثورة يستقيل. لا، الاستقالة مرتبطة بمسألة وجود مسؤولية سياسية. وزير النقل اللي استقال ده ممكن يقول والله أنا توليت الحكم من 3 شهور وأنا بشرع في ضبط المنظومة الإدارية لأني لقيتها بالصورة الفلانية، فيثبت أنه حتى المسؤولية السياسية أو الإدارية ما مش عليه. وجايز يتضح العكس، أن ال3 شهور لا كانوا كافيين أنه هو يعمل. فهي الصورة مش أنه حد يستقيل السلام. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لازم تثبت المسؤولية السياسية عليه، وإلا فإحنا عندنا مثلا جورج بوش الابن لما تولى الحكم اتضربت الأبراج في سبتمبر 11 سبتمبر 2001. اتضربت الأبراج ولم يستقل، مع أنه هو مسؤول عن سماء الولايات المتحدة. لكن الفكرة بتبقى يمكن لها بعد شوية، فثقافة الاستقالة. لذلك أنا شايف أن استقالة وزير النقل ده نوع من الحساسية اللي استشعرها لا شك ومشكور على ذلك، لكن قد لا تثبت المسؤولية السياسية حتى عليه الحقيقة يعني.
طيب ارجع تاني لموضوع الاحزاب، وحضرتك كنت اعلنت في الجزيره انك هتشتغل مع حزب قائم. الموضوع ده ما زال قائم؟ اشتغل مع حزب قائم يعني انا مع حزب قائم غير حزب الامه اللي انت لا احنا بنؤسس حزب. شوف الحزب يا استاذ معتز اصبح ضروره وطن، ضروره ثبات في الصوره اللي احنا شايفينها دي، واصبح فعلا صرخه حقيقيه فعلا قصاد حجم التلاعب والصفقات والاتفاقات والتفويتات والحاجات اللي زي كده. انا غايه ما في الامر ان انا على مفترق طرق انشئ الحزب وامشي كده، ولا انشئه وامشي كده، وفي ولا اللي هو كده وكده. دول اللي هم ايه بقى؟ اللي هو هيتضح دلوقتي من مساله طرح مسوده الدستور. مسوده الدستور هيتوافق عليها ويبقى دستور، وبالتالي تجري انتخابات ويبقى الطريق النيابي الدستوري، ولا هتترفض ونقعد 6 أشهر على الأقل في جمعية تأسيسية جديدة وما بعدها لغاية ما يحصل انتخابات، ولا الدنيا هتولع زي النهاردة شايف حضرتك في ميدان التحرير ومحمد محمود الآلاف نزلت مرة تانية. ال3 مفارق دول أو ال3 طرق دول ما احنا موجودين على المفرق دلوقتي. أنا مش صغير، أو يعني مش حكاية صغير، حتى مش ساذج علشان اخد قرار وانا بعد خطوة. أنا مش هعمل حزب واقعد جنبه واعمل أعمال مثلا تنموية وأعمال خيرية وأعمال كذا. ده مش الحزب. حزب معناها مصير بلد، مصير أمة. ولذلك انت فاكر ان انا اتضايقت من المنسحبين اللي انسحبوا امبارح، مع انه انا رأيي فيهم من اصعب ما يكون، صعب جدا، انما انا حسيت ادي كرباج محترم للاسلاميين اللي قاعدين يدادوا فيهم ومفيش فايدة. وكل ده معروف، والعجيبة ان بنقول الكلام ده وكل اللي بنقوله بيحصل سواء حتى في غزة اللي قلناه او في المنسحبين او في مسألة الدستور وتمكين الشرطة والجيش وما الى ذلك. المنسحبين دول من شهور معروف دول بيلعبوا، هندخل نخرج هنعطل هننسحب هنعمل على كلام، لانه احنا بصراحة كده اخترنا طريق الغموض. ما تحط كلام واضح، انت مخاوفكوا ايه، واحنا مكلفين نؤمن هذه المخاوف بنصوص صريحة في الدستور، مش حاجة اوهام مش وعود. لا، قل لي مخاوفك وادي لك نصوص صريحة. انا رجل دستور يجب ان اكون مستقيما. انما اللعبة بقى بتاعت مبادئ ولا احكام ولا من غير شريعة خالص، من غير احكام خالص، ولا نحط مادة ورا تخدم على المادة اللي قدام وفي الوسط نحط كذا. ايه ده؟ ما تحط كلام واضح، ارمي السياقات القديمة دي، السياق اللفظي القديم بتاع المواد ده كله، وقول لي نعم نحن نريد الشريعة الإسلامية فعلا. وعلى فكرة حكاية الشريعة الإسلامية إنها في آراء، ده الآراء دي اللي يخالف الشريعة الإسلامية هو اللي يخالف الآراء كلها مجتمعة، إنما اللي يختار رأي منها ما يبقاش مخالف للشريعة. فكلمة بما لا يخالف الشريعة معناها إنك تخرج عن كل الآراء وتقول بقى الخمرة حرام مثلا حلال، أو الزنا حلال، أو الربا حلال. إنما طول ما أنت في داخل، يطلع واحد بحزن والله، يطلع في التلفزيون يقول لك إذا كان سيدنا عمر عطل الحد، يا ابني ده سيدنا عمر لما عطل الحد ده هو ده إعمال الشريعة الإسلامية، هو ده إعمال، هي دي الشريعة اللي الإسلاميين بيطالبوا بيها. عشان كده أنا حزين إن إحنا المنسحبين دول انسحبوا بطريقة إيه، وكمان بتقول لي صباح الخير. هو كده يعني. طب كمان بتقول لي صباح الخير. هما كانوا زعلانين من كلمة بما لا يخالف أحكام الشريعة، شالوا المادة كلها وخلوها مساواة مطلقة الحمد لله المصريين كلها. راح قايل له كمان بتقول لي صباح الخير، طب احنا منسحبين. حضرتك رحت لأحد لجان الاستماع يعني استضافوك؟ لا. أو طب ليه؟ لأنه أنا معتقد إنه ده طرف زيادة من قبلي أنا، إن أنا أهتم يعني أو أدخل في تفاصيل الدستور. اللي موجودين في الجمعية التأسيسية ناس محترمين جدا وبذلوا جهد غير عادي، وأنا ما أقدرش أراجع عليهم لأنهم أنفقوا. النهاردة أمين الجمعية التأسيسية بيقول صرفنا 60,000 ساعة عمل. اللي واحد طالع يقول لهم أنتوا بتسلقوا الدستور، في حد بيسلق في 660,000 ساعة؟ بس بعد كل 60,000 ساعة عمل وحضرتك في خلاف ملحوظات جوهرية عليه، يبقى كان أولى إن احنا نقولها للناس دي وناخد لأنه ده لو قعدوا 600,000 ساعة عمل دول قاصدين
في اللي انا بقوله ده كلهم قاصدين. المنسحبين مع اللي مش منسحبين متفقين على كده. دي مواد من اللي عليها توافق، كلهم متوافقين عليها. نثبت بقى الموقف رسميا. انما عفوا، عارف حضرتك اللي بيطلبوا توافق دول توافق، يقول لك الدستور لازم يطلع بالتوافق. مظبوط، بس ازاي؟ اذا كان مستحيل نعمل ايه؟ طب ما تتوافقوا انتوا. هو التوافق هو ان يخضع هؤلاء لهؤلاء. ولذلك دول فيهم ناس انا والله اتمنى يحصل انتخابات للجمعيه التاسيسيه عشان اللي له لازمه يبان واللي ملوش لازمه يبان. في ناس ملهاش لازمه، في ناس دخلت مجامله لاستكمال الشكل الديكوري، ومش عيب ان احنا نقول كده. دخلني انتخابات، وريني انت الشعب يجيبك تبقى قيم على اتجاهاته ولا لا. انما المساله سهله قوي، الكهربائي يحط لي ميكروفون واتكلم. انما انا عايز اتكلم فعلا. ما فيش بيقول لك انا مشترط التوافق. طب وانا كمان حازم او اسماعيل انا بحب التوافق، بس اجيبه ازاي؟ اذا كان حاجه مستحيله مين اللي يوافق لمين؟ نعمل ايه يعني؟ نعطل البلد؟ في بعض اتجاهات زي الصهاينه المجرمين قالوا طب مش هنعمل دستور خالص بقى لحسن ده احنا هنختلف. فكره، لكن احنا وصلنا للدرجه دي. الشريعه الاسلاميه، ولذلك انا بقول للاسلاميين الكلام ما دام تكرس واصبح واضح لابد من، ما بقتش مساله احكام بقى تفصيليه الماده دي والماده دي، لا بقت اثبات هويه. لازم يبقى واضح ان الشريعه الاسلاميه، ان الاسلام بالفعل هو مرجع الهويه المصريه. طب هو الماده ان الدين الاسلامي هو الدين الرئيسي، والماده الثانيه اللي هي موجوده في الدستور مش كافيه لتطبيق ده؟ هقول لحضرتك خلي بالك في الدستور، اكمل لو طبعا أنا آسف طبعا. ان في تونس لما لقوا الخلاف وصل لهذا المنحى، وحضرتك سيدي العارفين، اكتفوا بان دين الدوله هو الاسلام، عشان وده قال لك ان ده يصل، بما ان احنا اقرينا جميعا ان هذا هو دين الدوله، فكل حاجه تتم في هذه الدوله يجب ان تتوافق مع هذا الدين. هم بدل هذا الخلاف، لان ظروفهم كده. لان بورقيبه كان يمشي في الشوارع يشيل الحجاب احيانا من على رؤوس النساء، ده حقيقي، ويسقفوا له. وكان يحرم ما احله الله ويفرض ويبيح الخليله ويحرم الزوجه الثانيه. تونس كانت وصلت من الفساد والفجور والضياع الى اكثر، الى جانب من الاتجاه السياسي اللي فيها هناك. طب ما انا مش مبسوط منه. اصل الانهيار تحت الاقدام ده مش معناها مش لازم يشعر اني مستمسك. انا بقول للاخوان اهو، وبقول للسلفيين، انا بتكلم دايما لما اقول اخوان والسلفيين اقصد الاداره السياسيه. انا فاهم، انما افراد، ولكن مهم جدا تاكيدها عشان ما تتفهمش. انا بقول للاخوان استمسكوا شويه، استمسكوا يعني، شدوا يعني، ما ينفعش. عارف الاصل كان ايه يا استاذ معتز؟ عشان نكون صراحه، اصل احنا مش هنجامل بعض ونقعد نهزر. الاصل كان ان الدستور يتضمن ماده تكلف البرلمان تكلفه تكليفا بأنه هو يتم عملية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنقية القوانين طبقا للشريعة الإسلامية في مدة زمنية يحددها إن شاء الله 10 سنين. يبقى الشعب بيكلف البرلمان، إنما ده ما حصلش. وزعلانين على بس مجرد الاحتياط البسيط، شيء مؤسف. ومن عجيب الأمر، وأنا بقولها هي بمنتهى الوضوح، إن لما عملوا الكلام ده وبدأوا يقولوا لا أو أيوة وإزاي وما يبقاش والكلام ده، إنه الإسلاميين وافقوا على هذا المستوى. خلاص موافقين. في البداية كنا عايزين نفوت الأمور ونيسر، لكن ما دام تعقدت ووصل الأمر لدرجة إن أنا مش عايز أفوت لك كلمة. أنت بتقول شريعة إسلامية، أنت بتقول شريعة، بتقدر تقول شريعة إسلامية، يبقى المسألة ويقف ضدي. لا يا حبيبي، الشريعة الإسلامية هي أمل هذا الشعب. ولذلك أنا أتمنى، شوف أنا بقول لحضرتك مع إن الواحد حريص على بلده، إنما أتمنى يجي الوقت اللي ينزل فيها تحصل انتخابات للجمعية التأسيسية من الشعب، والشعب هو الذي يختار، علشان يعرف كل واحد يعرف الشعب ده رايح أي اتجاه. مصر مش تركيا، ومصر مش تونس خالص إطلاقا، مطلقا لا يمكن. تونس كان زي ما ذكروا بعض الإخوة، وتركيا حتى الآن بيشتم فيها رموز إسلاميين علنا، رموز إسلاميين من الصحابة والأئمة. مصر عمرها ما كانت كده. فأنت عايزني بإيدي أأخر بلدي، أأخرها عشرات السنين علشان المادة 39 تخلي يا أستاذ معتز لو أنا طلعت صحيفة، لا قدر الله يا رب، طلعت صحيفة النهاردة
وقعدت اقول فيها كل يوم ان القرآن مش كتاب ربنا والرسول مش نبي والاسلام غلط والشريعة الاسلامية ملخبطة. الدستور الجديد ده يعجز القوانين انها تمنع هذا الكلام بمقتضى المادة 39 من الدستور اللي مخليها حرية التعبير مطلقة حتى ولو مست النظام العام او الاداب او الاديان. مش ممكن يعني. فبالتالي انا اتمنى ان الامور تمشي كويسة وسهلة. لكن عارف المنسحبين دول كلنا شايفين واحد ينسحب امبارح وبعدين يرجع شويه عشان يرجع ينسحب تاني عشان الانسحاب الاولاني ما حوقش. فنقدر نعمل ازاي؟ ارجع بقى واقعد اسبوعين وابقى انسحب تاني وبعدين انسحب شويه وحد يجمد عشان يقعد اجتماعين عشان يقدر يقول كذا. ولذلك انا قلت بمنتهى الوضوح مش عايزه مواربه. انا مش محتاج حد لا يتبسط مني ولا حد يتضايق مني ولا حاجه زي كده. قلت انه ما دام هؤلاء يريدون الانسحاب لأنه جمعية من 100 واحد 25 واحد فيها متضايقين من اللي قالوه الباقيين يروحوا منسحبين. طب فين الديمقراطية بقى؟ يقول لك أصل الدستور مش بالأغلبية، الدستور بالتوافق. طب نجيب التوافق ازاي؟ ان احنا ال 75 يتوافقوا مع سيادتك، ما تتوافق انت معاه. ما دام استحال هنعمل ايه؟ يوم يطلع واحد لطيف ظريف كده يقول لك اصل تطبيق الشريعة الإسلامية مش محتاج نص في الدستور، ما تطبقوها من غير دستور. طب ما هو التعليم مش محتاج نص في الدستور، والصحة مش محتاجة نص في الدستور، ورعاية الفقراء مش محتاجة نص في الدستور، وكل باب الحقوق والحريات ما اقدر اطبقها بالقانون مش محتاج نص في الدستور. احط نصوص دستورية لكل حقوق البلد وحقوق الشعب كلها واجي بس على الشريعة الإسلامية دي الكخة ودي العيب. ده احنا لو ما وقفناش مع الناس دول وقفة تؤدب، شوف بقى بقول لحضرتك تؤدب من يجترئ إلى هذه الدرجة. أنا قلت لهم حل، قلت له أنا هحط قايمة وأنت حط قايمة، أنت قول لي خايف من إيه وأنا هقول لك حريص على إيه بمنتهى الوضوح. واعترض. أنا هقول لك أنا حريص مثلا إنه الزنا يبقى حرام، قول لي لأ أو قول لي أيوة، وهسقف لك في الحالتين بس قول. وأنت قول لي أنا خايف على حقوق المرأة إنها ما تتولاش سفيرة ووزير، فانا احط لك نص في الدستور ان لا انا عايزها تبقى وزيره وعايزها تبقى سفيره وعايزها تبقى كمان ضابطه في الجيش لو عايز. مين قال لا في ده؟ انما يقعد هو يقول اوهام وانا ارد على اوهام والنص لا يعبر عنها، ما نبقاش بقى ثقافتنا مظبوطه بهذه الصوره. طيب ولكن كمان مش كل التيارات الاسلاميه حضرت في جمعه الشريعه، يعني حتى هي ما اتفقتش في جمعه الشريعه. لا اصل جمعه الشريعه دي كانت دعوه من بعض اخواننا الكرام دعوا لها ويعني وعلى رأسهم اتجاه واحد واستجابت له بعض الاتجاهات. إنما أنا بقول لحضرتك من الآن وفي قول نهائي، هذا الدستور لو نزل الاستفتاء أنا أرفضه أرفضه أرفضه، وهأدعو إلى رفضه ما لم تتعدل هذه النقاط. ما يرجعش الاحتلال للبلد تاني، أمريكا ومن معها يرجعوا يمسكوا البلد وتصبح المؤسسات معها. ذكرت لفظ التأديب للمنسحبين، التأديب الشعبي. التأديب الشعبي. الشعب لما يسقطك في الانتخابات أو يسقطني أنا في الانتخابات يبقى عرفني إن أنا خطابي مش مناسب له. هو ده التأديب. طب التأديب الشعبي ينسحب على الكنائس الثلاثة اللي انسحبت من طبعا الكنيسة يقول لك انا مش عايز الدستور يبقى ديني. هو مين انا اديت لك دي؟ انا مدي لك حق زي ما انت، مش انا مديهولك يعني تفضلا مني، هو حقك. والدستور لم يمنعك ايه. عايز تبقى وزير، تبقى غفير، تبقى ضابط، تبقى عسكري، تتاجر، تسافر، تقعد، تبقى زيك زي غيرك، كل حاجة. فين الدين؟ يقول لك صبغة دينية. طب ليه صبغة دينية يا سيادة المعترض؟ يقول لي والله ده صبغة دينية عشان المادة بتاعت الأحكام العامة بتقول كذا. طب وانت حضرتك انت مرجع في الشريعة الإسلامية كمان؟ الله أكبر، بقت فتوى. يقول لك أصل ده كده ما دام المادة بتقول إن الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية ومش عارف أصولها الفقهية. قالوا كده النهارده. لا دكتور جورجيت قليني كانت مداخله على التليفون وقالت ان هو مثلا اهل السنه والجماعه يعني مثلا دي احنا ما نقدرش نحدد. انت مالك؟ هي مالها؟ بتتكلم في دين تاني. هو انا اعرف اوازن بين يعني انا ليا راي. انا درست مثلا الارثوذكسيه والكاثوليكيه والبروتستانتيه، حبيت اعرف. ما اوروبا طول عمرها بتتخانق، قطعوا بعض، وقتل واغتيالات. تاريخ اوروبا تاريخ اسود،
تاريخ اوروبا وتاريخ الملوك والقصور والطغيان تاريخ. فحبيت اعرف ايه البروتستانت والكاثوليك والارثوذكس وغيره متضايقين من بعض في ايه. لا فانا فاهم، لكن هل انا اسمح لنفسي ان انا اتحول الى اني جهه فتوى للمسيحيين اقول له الارثوذكسيه ولا الكاثوليكيه ولا كده هو يتحول لهذا؟ لا مالكش دعوه. انت المهم انه انت برضه نفس الكلام يا حضره الكنائس، حطوا لي الكلام ده مش طائفي، مش عشان انا مسلم بقوله على المسيحيين، حط لي قائمه من عند سيادتك، قول لي والله احنا قلقانين من 1 2 3 4 حاجات محدده، اقوم اعرف ارد عليك. انما انت بتعترض على تفسيري لشريعتي الاسلاميه، انا بطلع فتوى من الكنيسه بان انا معترض على كده؟ ده احنا بقينا. والكلام ده انا بقوله لاخواننا الكرام، وكل واحد منهم تاج فوق دماغي، تاج فوق دماغي وافضل مني. الاسلاميين اللي في الجمعيه التاسيسيه اقول لهم اعملوا معروف، ما ترخصوناش زياده عن كده، ما ترخصوش. دي مش هو الشريعه الاسلاميه بتاعت الاسلاميين ولا بتاعت اللي عندهم دقن ولا بتاعت السلفيين ولا بتاعت الاخوان؟ الشريعه الاسلاميه شعب عايز يعيش نظيف. التناحر اللي احنا فيه ده بقى شيخ حازم، انت بتعودنا دايما انك بتتكلم بصراحه. تناحر، احنا في تناحر ولا مش في تناحر كبير دلوقتي؟ طبعا ده احنا في نيه مبيته، هنفشل تجربه مرسي يعني هنفشلها، هنفشل تجربه الاخوان يعني هنفشلهم. اللي تحصل من الانتخابات شعب وشورى. وبقول لحضرتك اهو الحمد لله احنا النهارده 19/11 يعني فاضل حوالي اسبوعين. يوم 2 ديسمبر القادم سترى، يوم 2 ديسمبر القادم يا استاذ معتز، ولعل الله قدر انه الكلام ده يقال عند حضرتك هنا عشان يمكن حضرتك انسان محترم ربنا يبارك فيك. ف يوم 2 ديسمبر انا اخاطب الاخوان والسلفيين بهذا الكلام. مجلس الدوله هينظر القضايا الخاصه بالغاء قرار رئيس الجمهوريه بتعديل او بالغاء الاعلان الدستوري المكمل والتاسيسيه ومجلس الشورى، حل الشورى. احتمال الثلاثه يكونوا فعلا في يوم واحد، كله في يوم 2/12. وفي نفس الوقت الشعب بيتشحن. ودي شوف النهارده هي لحظه. ولذلك انا اول ما نزلت الانتخابات الكلمه اللي قلتها ساعتها قلت لهم ادركوا اللحظه الفارقه يا ايها المصريين، مسلم ولا مسيحي حتى ولا يهودي ولا رجل ولا امراه، ادركوا اللحظه الفارقه دي. ثوره تسلمت البلد، تقوم فاتحه الابواب لاجهاضها. خد انت سلطه لوحدك وانت سلطه لوحدك وانت سلطه لوحدك، الى ان يصير المسائل كلها ترجع مره ثانيه. فالتناحر انا ضد، وانا ذكرت هذا الكلام من اكثر من شهرين، ان في فرق بين تنافس الاحزاب وبين تساند الاحزاب. وقلت ان تساند الاحزاب هو اللي واجب في المرحله دي، ان احنا نقف علشان النظام اللي اصبح بينتخب بصحيح ما يرتدش للي قبل كده، انما نقف لبعض. وكل واحد رئيس الجمهوريه الحالي ده يتشتم بطريقه، والله لو كان شيوعي، شوف لو شيوعي ملحد يعني، انا اغار على انسان شيوعي يحكم روسيا حتى انه يتشتم بالشكل ده. عندك حق دكتور حازم، وانت دكتور تستحق بالفعل في كل هذه الكلمات. شيخ حازم، وعدت بمفاجاه مدويه، انا مش قادر اختم والناس ما زالت تنتظر، وعندي اسئله كتيره بتتساءل ايه المفاجآت اللي قلت تختفيها وستخرس كل الألسنة، واعلنت عنها اكتر مرة ادلة يعني بخصوص الموضوع الشهير المتعلق بجنسية الوالدة الله يرحمها، ولم يحدث شيء لحد الآن. ازاي لم يحدث؟ امال احنا احكام، ده احنا بقينا بنعد الاحكام، حكم 1 حكم 2 حكم 3، بقى معانا احكام قضائية، بقينا جزء من تاريخ مصر القضائي، احكام كلها تحكم لصالحنا وتذكر عن هؤلاء أن كلامهم كان خاطئا. وليس عندنا الآن إلا قضية التعويض، فأصبحت حجية أحكام قضائية ماشية خلاص. الأحكام دي كانوا يكذبون. لا منشورة. لا أنا عارف، بس هي كلها ماشية بإلزام الداخلية بإعطاء لا وحتى إلزام الداخلية، بس هي صدر بعدها. صدر بعدها إيه؟ أحكام بأنه هذه الكلام ليس هناك ما يسنده من مستندات، والقول به قول عاري من أي حجة ودليل ومستند، ولم تقدم. هي دي المفاجآت المدوية اللي كنت بتقول عليها؟ لا، ده كانت المفاجآت المدوية كانت في المحكمة في هذا الوقت، إنما الجديد اللي هو الخاص بقضية التعويض دي اللي ماشية دلوقتي، الناس يتبسطوا إن شاء الله لما يطلع التعويض. طيب يعني هل ده اللي تقصده بإخفاء
إخلاص الألسنة يا شيخ حازم لما كنت بتقول ستخرس كل الألسنة؟ هي الألسنة عندما يحكم القاضي بهذه الأحكام الواضحة، يعني ده ناس بيهزروا. طب أنا طول الوقت بقول لك حط نفسك مكان حد، ممكن أنا أحط نفسي مكانك لدقيقة وإحنا بنختم؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك قبل ما أنت ما تحط نفسك مكاني، أنا بعد ما آخد أحكام قضائية ما عنديش حاجة تانية أعملها. خلاص حكم واثنين وثلاثة وأصبحت في منتهى القوة، ما عنديش حاجة. اللي مش عايز يصدق إن شاء الله ما صدق، خلاص اعتبره وحش. خلاص واحد وحش، خلاص اخلص. انما تقعد تكلمني عن ودن فلان ومناخير فلان وجنسية فلان وسايب القضية الرئيسية. ومع ذلك احنا اللي نقدر نعمله ان احنا خدنا بضاعتنا الى القضاء، فحكم لنا مرة وحكم لنا الثانية، ثم حكم لنا في حكم بيسموه وقتي، ثم الان في قضية التعويض، وان شاء الله هنكسبها وناخد تعويض لما الناس يشعروا بان في كده مبلغ كويس اتاخد يسعدوا. ما عايزين اكتر من كده. الكذب الذي مورس علينا اصبح موصوما الان بمقتضى احكام قضائيه منشوره في مجتمعنا. انا قبل عندي بيان مهم اختم بيه، ولكن تاني بكل حب والله بقول لحضرتك ان انا لو كنت مكان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وامتلك مثل هذا الفكر وامتلك مثل هذه الجماهيريه العريضه وامتلك مثل هذه الرغبه الحقيقيه في اصلاح البلاد، وواجهت مثل هذا الموقف اللي بتصف حضرتك بالكذب الاشر، وانه لو واجهت هذا الموقف كان ببساطه جدا يعني استطيع ان اجد لو وكلت مكتب محاماه محترم عملنا كده خلاص ولم نصل لشيء. ازاي يا استاذ معتز؟ ما هو بقول لحضرتك انا آفة الاسئله انها لا تتابع اللي حصل. طب ما انا بسال اهو عشان اتابع، عشان لو عندي نقص اعرفه. بنتكلم في شيء احنا ليس امامنا الان الا باب واحد انا اللي مملكوش، يعني حاجه واحده بس، اللي هو انه القضاء يدي تصريح فنروح بيه لوزاره الخارجيه، ووزاره الخارجيه تكلم السفاره، والسفاره تروح امريكا، ففي خلال 4 شهور يرد عليهم بكذا. ده الجانب الذي لا يملكه الفرد. انما كل اللي حضرتك بتقوله ده حصل وتم وانتهى وخلاص واصبح خلفنا ووراءنا. هو كان كل ما في الامر انهم عايزين يضيعوا الفتره الزمنيه علشان يبعدوا هذا الشخص، والحمد لله ان ربنا من علينا وعافانا. انما فيما عدا ذلك احنا بالفعل عملنا. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه اهم من بقى ده كله عشان يبقى واضح. نحن الان ان شاء الله تعالى باذن الله، ولعل هذا يحدث قبل يوم 12 ديسمبر او بعد، الله اعلم، ما نشوف المسوده النهائيه، عندما نعلن حركتنا ان شاء الله سوف نحفر نهرا باذن الله يجمع تيار الشعب الهادر، وسترى وتسمع، الذي يريد أن يستمسك بحق الشعب المصري في ألا يعود عبيدا مرة أخرى. وهيبقى الكلام ده ياخده أصغر واحد إن شاء الله يكون طالب في الجامعة. إنما لا والله إن شاء الله، لا والله بإذن الله، لا يمكن نترك أمريكا بأذنابها وتابعيها يرجعوا مرة تانية ويسيطروا على مؤسسات الدولة، ونقعد إحنا عشان شايفين إن مش هنقدر على أحسن من كده. بإذن الله سيرى هذا المجتمع خيرا، وخليهم الحلو حلو والوحش وحش. أكيد مفيش مشكلة. أكيد. قبل ما اختم بس واشكر الشيخ حازم، عايز اقول النهارده بذكرى محمد محمود صرح مسؤول مركز الاعلام الامني اسمح لي معلش بقى قبل البيان ده من فضلك، معلش لان انا اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك، انا لما اجي معلش انا عارف انه يصح ان بعد ما تهيأت لإلقاء البيان لا بس عايز اقول لحضرتك، اما انا كرجل مصري عادي أفاجأ بأن مدير CIA المخابرات المركزية الأمريكية في واقعة نادرة يأتي إلى مصر يوم الخميس قبل الماضي في أول نوفمبر هنا في مصر، ويمكث ويقابل القيادات لترتيب الأوضاع الأمنية للحدود الإسرائيلية قبل ضرب غزة، ويدخل مدير CIA ثم بعد ذلك يرجع أمريكا فتحصل له مشكلة هناك، فيأتي نائب مدير CIA في الأسبوع اللي بعده طبقا لما نشر، وتبقى الأمور دي بتجري. من حقي أن أستشعر قلقا على بلدي، على جيراني، على لحمي، على دمي، على كل شيء. فيعني أرجو أن يكون واضح الصورة ليه خطيرة بهذه الصورة، وأشكرك شكرا. ولكن أنا بس الوقت دايمنا وعديناه تجاوز، ولكن كمان الدكتور مرسي طمأن في هذا الجزء وبشكل كبير. عايز أقول مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح بأن المسيرات والتظاهرات التي حدثت يوم 19 نوفمبر الجاري إحياء لذكرى أحداث شارع محمد محمود قد اتسمت بالسلمية. الفيديو قدام حضراتكم، وجاءت في إطار المناشدات التي وجهتها وزارة الداخلية للمواطنين المشاركين في تلك المسيرات.
ومساء اليوم تواجد عدد من المشاركين بشارع يوسف الجندي الواصل بين شارع محمد محمود والشيخ ريحان، والذي يوجد به حاجز من البلوكات الخرسانية، وقاموا بهدم أجزاء من الحاجز واجتيازه والاقتراب من القوات المكلفة بتأمين مبنى وزارة الداخلية ورشقها بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق بعض الشماريخ، ثم الارتداد مرة أخرى لشارع محمد محمود خشية ضبطهم، وقد أسفر ذلك عن إصابة 3 من الضباط و5 من المجندين بجروح وكدمات وحروق، وتم نقلهم إلى المستشفى. والتزمت القوات بأقصى درجات ضبط النفس. البعض اقتحم مدرسة إعدادية بشارع يوسف الجندي وأشعل النيران ببعض الأثاث، قامت القوات بإبعادهم وإطفاء الحريق، وتم اختار النيابة العامة للانتقال وإبعاد المجتمعين عن شارع يوسف الجندي ومنعهم من تجاوز الحواجز الأمنية. وزارة الداخلية على يقين من أن المصريين يدركون بوعيهم حقيقة تلك الأحداث المفتعلة والهدف منها. ده كان بيان وزارة الداخلية ردا على أحداث محمد محمود. شيخ حازم صلاح أبو اسماعيل، بجد وبدون مجاملة ولا نزكي الله أحدا، الحوار مع حضرتك ممتع ويستحق فترات أطول من كده، وإحنا بنبذل مجهود كبير عشان نجدك ضيفا عندنا عشان عارف مشغولياتك، ولكن إن شاء الله على وعد كمان باستكمال الحوار جدا جدا قريبا. أولا هذا المكان بالذات معطر بمن لهم فضل علينا طوال العمر، بسادتنا من الإخوان المسلمين. فيعني أنا ما أعرفش إذا كانت الكلمة دي مناسبة ولا لا، فهذا مكان أحن للمجيء إليه. الحاجة الثانية أنه حضرتك لما تأخرت في العودة من غزة كانت فرصة أني سمعت عنك من إخواننا العاملين هنا كلام رائع عن شخصيتك المستقيمة، فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يخليك. وكلما دعوتني مرة آتيك عدة مرات، ربنا فأشكرك يخليك. شكرا نورتنا يا شيخ حازم. الله يخليك. وأثريت الحلقة وبشكركم جدا ونأسف على التأخير ونأسف على الإطالة، لا عيب عند الخطأ. غدا موعد جديد بإذن الله، حتى حين تذكروا أن محطة مصر ستبقى بإذن ربي وربك سكتنا ليكم. إلى اللقاء.